يسعد أوقاتكم، يا هلا بالجميع إلى برنامج المسامح كريم. القصة اللي رح نتابعها ونشوفها بعد شوي هي من العراق، رح نحاول نحلها سوا، ولكن قبل نستقبل صاحب الدعوة فايز. أهلا بفايز، أهلا وسهلا، تفضل. كيفك أخ فايز؟ الحمد لله استاذ بخير. كيف كان وصولك؟ الحمد لله بخير. من بغداد؟ منطقة الدورة من بغداد. من منطقة الدورة من بغداد، بس بالأول طمني، عم تشتغل؟ لا قاعد. بلا شغل؟ لا بلا شغل. بلا شغل. ومتزوج؟ متزوج ومطلع، عندي بنات 2 في العراق. عندك بنتين في العراق، وانت ساكن في العراق يعني؟ طبعا. انت جاي من العراق؟ جيت قبل سنة لمصر، وكانوا أهلي بقالهم 7 سنين هون، ما شايفهم وطلعوا على أمريكا. نعم. راح أخبركم قصته لفايز. فايز كان يشتغل بأحد المطاعم في بغداد، في عنده صديق بيشتغل معه بهذا المطعم اسمه أثير سمير. فايز عمره 30 سنة، أثير يعني بالعشرينات، 22 سنة. كانوا أصدقاء كتير. أثير كان يعتبر فايز زي أخوه الكبير، يستشيره بكل الأمور. ذات يوم اختلفوا، تشارعوا على شيء بسيط، ما بعرف هلا بنستفسر شو الموضوع. اختلفوا، قاموا تشابكوا مع بعض، والظاهر انه جدع فايز ضربوا لأثير، ضربوا ضربا مبرحا. طبعا أثير زعل وراح وغاب، وانقطعت العلاقة بين بعض، وأصبح هالعلاقة مقطوعة منذ 7 سنوات. بصحوة الضمير، ما بعرف ليه، قصدنا فايز حابب انه يساعده حتى يسترجع أثير، ترجع الصداقة بين بعض. بقى أهلا وسهلا فيك. نحن استجبنا لدعوتك، انت طلبت منا نبعث رسالة لأثير وندعوه، دعوناه. أثير موجود على فكرة بمصر، لأنه ترك بغداد وإجا على مصر، أهله ساكنين في مصر. أخبرني شوي هالخلاف اللي صار بينك وبينه. خلاف، كنا نشتغل مع بعض أنا وهو في مطعم. كنا جيران احنا، يعني كيف تقول سور على سور، حيط على حيط احنا بنسميه. نعم. فالخلاف اللي جرى بيننا عشان موضوع شغل، وعشان نشتغل مع بعض، وعشان اختلفنا على فلوس او هيك شيء. وبرضه الخلاف الحقيقي، الخلاف الحقيقي كانوا اولاد عمه بيجوا عنده كثير. فعندي اخوان 2 اصغر مني، فبنلعب يعني كره في المنطقه، وما عندنا اي اشكال يعني في الموضوع، احنا جيران واهل، واحد يدخل على الثاني، وما عندنا اي اشكال في الموضوع. فشدوا اولاد عمه مع اخواتي. فقام أثير شد معي، واخوه امير برضه كان شد معنا، وحصل ضرب وحصل خناقه، ودخلت ناس كثير عشان يصالحونا وعشان نوصل للحل. ما وصلنا للحل، فانقطعت اخبارهم عنا، وما بنعرف، نسمع يعني انهم مسافرين وبرا وهيك شيء، بس ما نعرف اي خبر عنهم. بس انت ضربته لأثير؟ ضربته انا. ضربته قال كثير؟ ضربته لأثير، كسرته يعني؟ ضربته واذيته. ليش؟ تستاهل كانت المسألة هالقد؟ ما اولاد عمه وقف مع اولاد عمه هو واخواته علينا، قد ما كنا جيران وقد ما كنا اصدقاء. نعم. اختلفوا معنا في ثواني، يعني بدقائق. انا واخويا ابن عمي، وانا وابن عمي على الغريب. طلعت انت الغريب. انا الغريب. ايه بس منيح، مش هو ضربك، انت ضربته. لا، هو هم كمان ضربنا، وضربوا اخواتي، اولاد عمه هم ضربوا اخواتي كمان. ايه. فبدنا يعني ما بدي. طيب شو صار بعدين؟ هو زعل؟ زعلوا طبعا. فضلنا مختلفين قد ما احنا جيران، وجدتي جيران تدخلت، وجدتي القرايب تدخلت، وما بدنا اي حد. قلنا لهم لا خلص، احنا انتم بمكان واحنا بمكان. فبعد احنا طلعنا على سوريا، بعدها بشهر او شهرين طلعنا على سوريا ورجعنا العراق. بعدين اهلي جو على مصر. طيب انا بقيت في العراق. قبل ما انتم تروحوا على سوريا، وقبل ما تعرف انه هني سافروا، قديش دامت القطيعه بينك وبينه لما كنتوا بعدكم في العراق؟ اشهر تقريبا، 3 شهور 4 شهور. حاولت انه ترجع تحكي؟ لا. ما حاولت؟ لا. كنتوا زعلانين؟ زعلانين خلاص. طيب شو اللي صار لحتى هلا فقت تذكرت انه بدك ترجع تصالحوا لأثير؟ شو السبب؟ ما انا سمعت انهم بمصر، واهلي كانوا عارفين انهم بمصر، بس ما كنا احد يوصل على الثاني. بيعني لك هالقد أثير يعني؟ اهلي. اهلك؟ زي اهلي هم. زي اهلك؟ عائلته ولا هو عائلته هو. عائلته هو زي اخوي واكثر من اخويا كمان. نعم. هلا انت وجهت له دعوه عبري انا الى أثير، انا بعثت الجواب، راح لعند أثير، بعثنا له الدعوه. خلينا نشوف اذا تسلم هالدعوه واذا قبلها. طلع بالشاشه.
جورج، النهارده احنا رايحين نسلم دعوه لاستاذ اسير. جورج، احنا وصلنا عند استاذ اسير. مساء الخير. مساء النور. استاذ اسير، اهلا وسهلا. اسم حضرتك بالكامل؟ أثير سمير الجليمي. حضرتك لعيب ايه؟ لاعب كرة قدم. بتسأل لي؟ حضرتك دي دعوة حضور برنامج جورج قرداحي. تمام. حضرتك قبلت الدعوة؟ إن شاء الله. جورج، أستاذ أسير قبل دعوتك. أثير قبل الدعوة، لازم يكون صار بالخارج ناطر انه نعطيه اشاره حتى يتفضل الى استوديو. بس بذكركم بالحكايه من اولها. في فايز هو اللي دعاه لاثير حتى يجي، كانوا اصدقاء كثير بين بعضهم، اشتغلوا سوا باحد المطاعم، ذات يوم اختلفوا، تشابكوا بالايدي، ضربوا بعضهم، انما فايز ابرحوا ضربا لاثير وانقطعت العلاقه. بعد 7 سنوات طلب فايز انه يشوفوا لأثير، يعتذر له ويرجع يحاول يرجع العلاقة بينه وبينه. بدنا نرحب بأثير. أهلا أهلا أثير، كيف أحوالك؟ ماشي الحال؟ تفضل تفضل تفضل. خايف؟ لا عادي. شايفك فايت هيك تطلع يمين شمال، ما في شيء بخوف. لا ان شاء الله. اهلا وسهلا فيك، نتشكرك على قبولك الدعوه وعلى مجيئك. لا طبعا شرف لي هذا طبعا. استغربت هالدعوه؟ والله طبعا استغربت اكيد. شو فكرت؟ والله فكرتها كاميرا خفيه من الاول. هلا هم هيك فايت داخل مفكر كاميرا خفيه. لا بس لما شفت الجمهور استغربت. هي بدك الحقيقه كاميرا خفيه. مقلب، هذا مقلب عملناه فيك. منيح؟ شو عم تعمل؟ والله بهالحياه الحمد لله. عم تشتغل؟ لا والله حاليا لا. بلا شغل؟ انت عايش في مصر مثل ما عرفت، انت جيتوا انت والاهل من العراق وعايشين حاليا في مصر. في مصر. لكم زمان؟ بقالنا 3 سنين تقريبا. 3 سنين. عم تدرس؟ شو عم تعمل؟ والله انا كنت لاعب كره في العراق وضربت في رجلي. نعم. وجيت اتعالج هنا. عندك اصدقاء هون في مصر؟ اي طبعا. كتار؟ لا. والله. بتخرجوا سوا، بتروحوا بتجوا؟ اي طبعا اكيد. كان عندك اصدقاء بالعراق؟ طبعا اكيد. بعدك تتواصل معهم؟ اي طبعا. والله. وبتحكوا بالتليفون ولا بالايميل ولا بتحكي معهم؟ موجودين في بغداد؟ بغداد. بغداد في العراق. يا سيدي انت استغربت ليش الدعوه، بس بدي اقول لك الحقيقه مش انا اللي دعيك. زلت؟ لا عادي. في واحد تاني دعاك، انما انا كنت الوسيط، يعني طلب مني انه ادعيك لغرض ما، يمكن بده منك فلوس. عيني. ما بعرف. إلك ديون مع حدا او لحدا؟ الحمد لله. ما في. شو قولك السبب؟ الله اعلم. الله اعلم. لسه مفكرها كاميرا خفيه صراحه. مش مصدق. طيب هلا رح بتصدق، بدي اياك تشوف مين صاحب الدعوه، تتعرف عليه اذا بتعرفه. ما بعرف اذا بتعرفه. ان شاء الله. هو يدعي انه بيعرفك. ان شاء الله. طلع بهالشاشه. تعرفوا هذا الشخص؟ يمكن خفوا شعراته شوي؟ طيب. كانوا من 7 سنوات شعراته أكثر؟ إيه رأيك؟ فايز. 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 هذا فايز. فايز. رايق فايز، إيه؟ رايق. طبعه رايق.
فايز. فايز بعت لك هالرساله. ان شاء الله خير. في شيء انت وياه لفايز؟ والله مشكلة عائلية كانت. عائليه؟ كيف؟ يعني مشكلة شغل هي في الأول، وبعد هيك بعد فترة صارت مشكلة عائلية بيني وبين بخصوص اخواته تقريبا بامريكا هم. ايه مع قرايبي. نعم. العراق. بس هو كان يعني صاحبي. نعم. يعني كان حتى كان اخوي الكبير يعني ما يتواصل معه قد ما يتواصل وياي اليوم. يعني كنت معتبره انت اخوك الكبير وهو معتبرك اخوه طبعا الصغير. أكيد. طيب بس صار في شيء، صار مشكل، صار في عراك. اي والله. خبطته مش هيك؟ مشكلة، صح. شجرته. قال ضربك ولا انت ضربته؟ طبعا هو يضرب ليه ضربك هو؟ لانه اكبر مني. في واحد بيكون اصغر بيضرب الكبير، مش مصيبه يعني. ضربك كثير؟ ضايقك يعني؟ لا والله هي وصلت للاهل. هي كانت كمان. معركه يعني وصلت بين الاهل، بينكم وبين بعض. وصلت للاهل زعلت منه؟ واهلي واهله. الصراحه والله زعلت منه. كثير. اكيد. اخذ وما عاد تكلمتوا؟ وهي مو ما عاد تكلمنا، احنا ضلينا فتره بالعراق كنا، بس هو بعد 2007 ان هم يعني غادروا من المنطقه اللي احنا ساكنين. بس هن بقيوا فتره بالعراق، حاول يتصل فيك انت ما جاوبته. صح. كان في وقتها المدرسه والنادي يعني بعد هالسنوات يعني من 2007 لليوم 7 سنوات مرقوا. 7 سنوات. بعرفك انك في مصر، حب يجي لانه نحن عم نسجل برنامج بمصر، حب يجي يتواصل معك ويحاول، بس كتب لك رساله فيها من الاعتذار وفيها من الود والمحبه. بيقول لك: اخي وصديقي العزيز اثير سمير، اعرف انك لازلت تكرهني. لا طبعا. مزبوط؟ ما بتكرهه؟ والله لكان مغلط هو. وأنك لا زلت تذكر يوم ضربتك ضربا مبرحا أمام الناس في شجارنا الأخير منذ 7 سنوات. بعدك تذكر؟ تذكر. كما أعلم أنني أخطأت في حقك ولم يكن علي أن أفعل ذلك، وحين جئت أنت إلى مصر ظللت أشعر بالذنب لأنك رحلت وأنت تحمل في داخلك كل هذا الكره تجاهي، وبدلا من أن تكون ذكرياتنا الجميلة هي ما نتذكره أصبحت تذكر كل ذكرى سيئة تربطك بي. أخي أثير، العمر يمضي ولا نعرف أين سنكون بعد أيام، وأنا كنت عصبيا منذ 7 سنوات للدرجة التي جعلتني لا أفكر في أن من أضربه هو صديقي وزميل العمل وزميلي الذي كنت أتجول معه في أسواق المنصورة لنتناول الغداء ويصبح عيش ملح كما يقولون، صديقي الذي كنت أعتبر والده مثل والدي ونذهب لزيارته سويا، وأنت يا أثير رفضت كل محاولات الصلح طيلة هذه السنوات. صحيح؟ صح. فجئت إليك هذه المرة أمام الناس لأقول لك أنا آسف وأطلب منك أن تصفح وننسى ما فات. يعني جاي هو معتبرك انك انت زعلان، يمكن انت السنوات 7 سنوات رققت لك قلبك شويه او نستك. اكيد. بس تقريبا انا شفته بمصر قبل فتره، بس شفته مره من بعيد يعني، بس ما تخيلت انه هو فايز يعني. لمحته يعني؟ لمحته. بس ما كلمته. ايه وين شفته؟ بغداد؟ انا في مصر. في مصر. طيب فايز، هلا بدنا نسمعك انت، لازم تحكي مباشرة لأثير، خاطبه مباشرة. تفضل. هلا شو بدك تقول له؟ بدي له خلص انت اخي وما في شيء يعني بيني وبينك، والمسامح كريم زي ما بقولوا، ربنا يعني كريم ومسامح. البشر لازم يسامح بشر، يعني ما عندي اي مشكلة معه. نعم. خلص نرجع زي ما كنا اهل وزي ما كنا احباب وما عندي اي اشكال معه. وبدك تزور اهله؟ طبعا. وتزور والده وتزور الاهل وكل شيء؟ طبعا. يعني ترجع الامور كانوا اهله زي اهلي، امه زي امي وابوه زي ابوي يعني، واخواته زي اخواتي. بس بركي ضربته؟ لا ما بضربه ثاني خلص. بس ما فيك تضربه هلا كبر. خلص. انتبه. أسير،
قصتكم سهله، يعني الخلاف مش عويص، والمشكل قديم عمره 7 سنوات، وبعتقد انا انه المسامح كريم ولا لا؟ اكيد طبعا. بدك تقول المسامح كريم حتى يفتح الستار وتقوم تسلم عليه ويسلم عليك وترجعوا سوا. ان شاء الله اكيد طبعا. قول المسامح كريم. مسامح كريم طبعا. خلص. مبروك. انت كنت خايف تكون المسألة اعظم من هيك. اي والله كنت. طلع الشاب اثير ولطيف وجميل واكثر ما توقعته، ما هيك؟ الحمد لله. انا بشكرك على ثقتك انك جيت لعنا، وانا بشكرك اثير انك جيت ايضا من دون ما تعرف مين الداعي وشو القصه وشو الخبريه. والله للشرف. ما طلع في كاميرا خفيه هيك. تفضل مع السلامه. قصة بدكم تقولوا لي عادية جدا، مزبوط، ولكن فيها رسالة صداقة، رسالة محبة، رسالة انه الوقت بيمضي، ما لازم نخليه يمضي هيك، سنوات تروح ضيعان، خاصة بين الأصدقاء. إلى اللقاء مع قصة أو مشكلة جديدة في المسامح كريم.